العفو يا فندم، تحت امرك. اسماء. ايوه مستر هشام. اللي حصل امبارح في الشركه ده كان ممكن يعمل مشكله كبيره. تخيلي بقى لو كان في عملاء موجودين وشافوا الموضوع ده. حضرتك ده سوء تفاهم، وانا والله انا كنت بصي يا لسه. اسماء، انا عارف اللي بنعمله بره الشغل غير اللي بنعمله في الشغل، وحياتك الشخصيه دي حاجه بتاعتك ومحدش فينا ملاك يعني. انا زي ما قلت لحضرتك ده سوء تفاهم، دي اصلا صاحبتي وهي كانت فاهمه غلط، وانا بصي بقى، غلط صح، المهم تركزي ان حياتك الشخصيه دي تبقى بره الشغل. تمام حاضر يا فندم. وعلى فكره، انت لو عندك اي مشكله حتى لو شخصيه وحابه ان احنا نتكلم فيها، انا هبقى مستعد ان انا اسمعك. انا بكلمك دلوقتي كأن احنا اصحاب، مش ان انا مديرك وكده. تمام ميرسي قوي. اتفضلي. ايوه يا ندى. يلا العب. ماما كانت بتعيط امبارح، هو انت زعلتها؟ لا يا حبيبي، ما اقدرش ازعل ماما خالص. هي بس ضرسها كان وجعها، عشان كده كانت بتعيط. يلا يا زنزون نتفرج على التلفزيون. يلا يا حبيبي يلا. أنا آسفة. لا ولا يهمك، بس بلاش عصبية والكلام ده عشان بتعمل مشاكل. حاضر. عمرو، هو أنت اتجوزتني عشان بتحبني؟ لا، عشان بكرهك. انا اللي بكرهه بتجوزه على طول. ما بهزرش. أنا أقصد يعني عشان بتحبني ولا كانت أي جوازة مناسبة والسلام؟ وايه الهبل ده؟ اكيد كنت بحبك طبعا. كنت؟ لا مش قصدي كنت اللي هو كان زمان يعني وخلص والكلام ده، لا طبعا. اكيد يا حبيبتي لسه بحبك، بدليل ان انت لما طلبت تطلقي ما طلقتكيش. أيوة يعني لسه بعجبك؟ يعني أنت بتشوفني حلوة ولا أنت أصلا ما كنتش بتشوفني حلوة؟ يا عم يا عم الحقني يا عم. عشان خاطري جاوب والنبي. هو ايه الاسئله دي يا ياسمين؟ ريحني بس وجاوب بصراحة. أنت لسه بتشوفني حلوة؟ والله لسه بشوفك حلو، ولسه عايز اعيش معاكي كتير ونحقق حاجات كتير، وكنت وما زلت ولسه واقفلي بقى السيره دي هتلخبط في الكلام، مش عارف اقول ايه. خلاص، ممكن بقى تقومي تلبسي عشان ننزل. أنا النزولة دي بجد تقيلة على قلبي، مش عايزة أروح. معلش، عشان ندى ما تزعلش، نص ساعه وهنرجع على طول. ماشي. طب آخر سؤال والله، اتفضلي. أنت بجد مبسوط معايا؟